بس ريح ريح. حياك اخبارك؟ ايش مسوي؟ وينك يا شيخ مغيب علينا ما نشوفك. ايش مسوي نتغدي؟ هيا معانا غدا. هيا يا خبرة دد الشطة والبسباس سري. والله يا غدا. ايش ده؟ كبسة. انا كملي منها يا. والله انا قلت لعننا انا اليوم ذا اخر يوم بالمملكة طبعا. قلت اليوم ضروري نتغدى زب الغداء اخربها يعني فيه. فعشان كذا شفتك ماشي على طريقك للبيت فقررت اني اعزمك. فعشان كذا والله ما حصلت انا اكل اشرب تمام. فقررت اني ابيع الجوال وارجع لليمن وما حصلت شغل لحد الان. والله قد لي 3 شهور جالس. طب بتتصل لي يا حمودي بتقول لي انه ما عندك فلوس بعطيك انا. ليش ما اتصلت لي؟ انا شوف انا زعلان منك والله. بتكلمنا وانا من ذي العين قبل ذي العين بعطيك اللي تبغاه. نحن اخوان ما فيش بيننا كلمة فلوس ما فلوس. مالك يا حمودي؟ شكرا الله يحفظك والله ما قصرت معايا. وانا عارف والله شكلي كنت بفكر عليك بس والله حق كذا جميلة بركبتي ما انساها لك طول العمر. الحمد لله عندك كنت احسن من غيرك وعدت واجبك للاخر. وان شاء الله باذن الله ربي اوضحها ثاني مرة ونتلاقى باحسن من كذا ولقاء احسن من كذا. بس ايش فايدتي الان اجلس عندك وما احصل شغل؟ مش ذا الحين ما لحم هذا الخبر. خليها نتغدى يا مباشر. هات الفلفل. تفضل كبسة حق السعودية. ها؟ الحين ذا غدا؟ كبسة يا اخي اللي عزمتنا فيها ولا رحت تغدير مع اصحابي يا اخي مالك رحت اليوم ولا كيف؟ لكن جزاك الله خير ذا الحين الغداء جزاك الله خير. عليك يا شيخ عزمت لنا احلى كبسة. الله كبسة اسألك ولا تساعدنا ما احلاها. الله ما حال قربة الكبسات السعودية والله ما أحلاها الكبسات. كبسة أسألك ولا تساعدنا ما أحلاها.